لو ابنك بيرضع صناعي تعالى اقول لك يرضع قد ايه في كل رضعه من اول يوم لحد 6 شهور. وكمان هقول لك شويه نصايح مهمه لازم تعمليها بعد كل رضعه علشان تحميه من المغص والارتجاع. في اول اسبوع بعد الولاده البيبي بيبقى لسه معدته صغيره جدا وبيرضع من 30 ل 60 مللي كل 3 ساعات تقريبا، يعني حوالي 8 رضعات في اليوم. وبعد الاسبوع الاولاني كل يوم عن التاني شهيته هتبدا تزيد، والرضعه ممكن توصل ل 60 مللي او 90 مللي في نهايه الشهر الاول كل 3 او 4 ساعات. اما بقى خلال الشهر الثاني فالرضعه بتبقى من 90 وتوصل لحد ال 120 مللي، وممكن ياخد 6 ل 8 رضعات في اليوم. بعد الشهرين وابتداء من الشهر الثالث الرضعه بتوصل ل 120 مللي او ل 150 مللي كمان، ويبدا ينظم نفسه شويه، فممكن 6 او 7 رضعات في اليوم. بعد الثلاث شهور الرضعه ممكن توصل ل 150 مللي او 180 مللي كمان، وبيبدا الطفل ينام فترات اطول، فممكن عدد الرضعات يقل ل5 او 6. بعد الاربع شهور الكميه لسه في حدود ال 150 لل 180 مللي، لكن الطفل ممكن يبدا يظهر عليه فضول ناحيه الاكل، بس طبعا لسه بدري شويه. بعد الخمس شهور ممكن الرضعه تبقى 180 و210 مللي كمان، والعدد يقل حسب نومه وصحته. ونصايح مهمه بعد كل رضعه لازم تكرعي الطفل كويس، شيليه على كتفك وابداي خبطي على ظهره لحد ما يطلع الهواء اللي بلعه. ولو عايزه تقللي الارتجاع ما تسيبهوش يرضع بسرعه، استخدمي ببرونه تكون الجلده بتاعتها بطيئه وريحيه وسط الرضعه. وبعد ما يخلص خليه قاعد او شبه قاعد 20 او 30 دقيقه، اوعي تنيميه على ظهره على طول. طب ازاي تعرفي ان اللبن مش مناسب؟ لو لاحظت اي حاجه من الحاجات اللي هقولها لك دي يبقى اللبن مش مناسب ولازم تروح للدكتور يغيره له فورا. اولا لو بدا يجيله مغص كتير او امساك او اسهال او طفح جلدي او حساسيه، او لقيتيه بيرجع كتير او مش بيزيد في الوزن، يبقى لازم تراجع دكتور الاطفال على طول عشان غالبا هيغير له نوع اللبن. قولي لي بقى في الكومنتات ابنك عنده كام شهر وانا اقول لك الكميه المناسبه ليه بالظبط. ولو استفدت حاجه من الفيديو دوسي لايك وسيبي الفيديو عشان ترجعي له كل شهر. ربنا يديكي طولة العمر وتفرحي بيه.